اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا هبه ودي قناتي وصفات من مطبخي. النهارده هنعمل سمك مشوي ورز مصري وطبق سلطه. يا رب وصفاتي النهارده تعجبكم. ويلا بينا نبتدي. وده السمك هنغسله، سمك بلطي. وهنا الرده، هنرش السمك بالرده. تجيبيها من عند العطار، تروحي تقولي له انا عايزه رده لشوي السمك، ورش السمك كويس بالردة، ونغطيه بالردة عشان ميلزقش مننا على الصفيحة. هنغسل الرز، حطينا الزيت والملح، هننزل بالرز على الزيت والملح ونغطيه ونقلب الرز كويس بس مش كتير بحيث ان الرز ما يتكسرش عشان ما يعجنش. وهنا السلطة نبتدي نقطعها، المتوفر عندك اعمليه. انا ما لقيتش كزبرة، لقيتها دبلانة ومش كويسة وغالية، مرضتش اجيب. كنت هجيب فلفل بس الفلفل لقيته حامي برضه عشان العيال وكده. هنا بنقطع الخيار والطماطم. لازم طبق السلطة عندي بالذات مع السمك المشوي. حابة تزودي تجيبي بتنجان وتقليه تشويه، بس ده المكان متوفر عندي. ان شاء الله بإذن الله هنعمل الوصفات دي في اوقات تانية مع بعض ان شاء الله. وان شاء الله المحتوى يعجبك وتجربيهم. احنا بنعمل حاجات روتين يوم عادي، اكلنا اكل يومي بالنسبة لنا احنا في بلدنا. الاكلة دي ده ابسط اكل عندنا في البلد. هنا سخنا الصفيحة وهنرص عليها السمك بالشكل ده. لازم تكون سخنة عشان السمكة ما تلزقش منك على الصفيحة. بنولع النار كويس، بنحط حطب، خلي النار شايفينها باينة من كل ناحية ازاي، تكون ملامس الصفيحة. طبعا في ناس كتير مش هيكون عندها الصفيحة والنار والكانور والحاجات دي اتمنى توفريها حتى لو على السطح هيودي طعم السمك في حتة تانية. كده بنقلب الحطب عشان النار تزيد على الصفيحة والسمك ما يلزقش. الحطب بقى بيبقى خشب، بيبقى ورق، اكياس، اهم حاجة يعني حاجة النار حاجة تكون ناشفة ما تكونش مبلولة. لو مبلولة النار مش هتقيد. النار هيدت معايا، السمك اللي لزقت، السمكة اللي على الحرف دي لازم تخلي بالك كويس من النار. تكون اهو انا ولعت النار اهو، النار تكون عالية بالذات عشان السمكة ما تلزقش على الصفيحة. وهنا معانا حبة زيت هنحط ننزل بيها على السمكة وهي على الصفيحة، تديلك طعم وريحة الفحم كأنك شوية على الفحم. طعمه خطير رهيب، بيطلع ريحة السمك تحفة كأنك بتعملي كباب أو كفتة، ريحته تحفة. وهنا هنحط كوباية مية وكوبايتين مية، وعليهم نص معلقة كمون وكزبرة، وهنحط 3 معالق ملح، وهنحط نص معلقة توابل سمك. دي المية اللي هننزل فيها بالسمك وهو سخن من على الصفيحة عشان يشرب التتبيلة. ده شرش السمك او التتبيلة اللي هننزل فيها بالسمك عليها. نقلب الملح كويس عشان يدوب، عشان لما ننزل بالسمك حبة هريسي توم، دي التوابل بتاعت السمك.
برضو بتودي طعم السمك في حتة تانية، السمك المشوي. لو حابة تحطي تهرسي فصين توم وقرن فلفل، تبشري جزرة، عصرة ليمونة. أنا بصراحة ما كانت الحاجات دي متوفرة عندي وقتها. التوم كان خلص ومكانش عندي ليمون بصراحة. كنت طالبة معايا سمك مشوي. قضي نفسك باللي عندك الادوات دي، وحابة تزودي زودي. وده السمك بعد ما اخد اللون ده اللون المطلوب الصح. هنفضل نقلب في السمك ونديله اللون لحد السمكة ما دمها ما ينشف تماما. وهنفرجك ازاي، هنعرفك ازاي ان دمها نشف. خرشومها هيفتح كده ويبان لونه من احمر لبني، وكده تبقى السمكة ايه، دمها نشف. دي كده لسه لونها ما خدتش اللون المطلوب زي دي. النار طبعا كانت هديت معايا، رجعت عليتها اهو، زودت حطب بحيث ان النار تفضل عالية على الصفيحة. السمكة ما تلزقش ما تتبهدلش منك. دي السمكة دي لزقت ان النار هدت عليها، وانا قلبتها وهي الصفيحة سخنة، الصفيحة باردة اهي. النار عالية اهي، زودنا النار بحيث ان السمكة اهي، السمكة اتحمرت اهي. ولو انتي عاملة السمكة راسها لجوه وما اتحمرتش، اقلبيها، جيبي راسها لبره، خلي عينك مع السمكة كده رايحة جاية كده، بحيث ان السمكة ما تحرقش من جنب وما تطيبش من جنب، تكون ايه. طبعا الريحة تحفة بسبب غطا الزيت اللي انا حطيته. والطعم اكيد تحفة تحفة تحفة. انا بعشق السمك المشوي وبحبه على القنور اللي هو الصفيحة دي. مش بحب شوي الدكان، بيعتبر غاز ومش بيسوي زي ما انت عايزة، ساعات بيحروق. هنا بنظبطه، خلوا الفص طري، يدوبك اخد اللون المحمر. طبعا كل شوية التليفون يسخن مني ويفصل بسبب سخونية القانور او النار دي. واللون ده تحفة كده. اللون خلاص وصل للون المطلوب اهي. لا مش المرة دي، احنا هنا زودنا برضو حطب، طول ما نقف بنزود حطب والدخان مكان. وهنا السمك اخد اللون المطلوب. طبعا انا فصلت الصوت لان كان عربية معدية بتبيع عزل بيستقصدوني لما باجي اسجل. هنا الدخان دخل في عيني والنار علت والهوا كان بيطير بيجيب النار عليا، فكنت متبهدلة جدا. الكاميرا راحت وجت في ايدي كده، اتبهدلت خالص والله. هو بهدلة بس الطعم في حتة تانية. مفيش حلاوة من غير نار زي ما بيقولوا بجد. السمك على القانور او على صفيحة المشوي في البيت حاجة طعمها خرافة. طعم السمكة المشوية في البيت غير المشوية على الغاز عند الراجل برا. اتمنى تجربيها وتعجبك. حاجة بسيطة في بيتنا. طبعا احنا هي مكلفة ومش مكلفة، احنا كده كده اساسا بنكلف. مفيش حاجة النهاردة مش مكلفة. اهو السمكة خرشمها فتحت ازاي، هنشاورلك عليها اهي كده اهي. شايفين لونها الخرشوم بقى لونه بني كده، خلاص معنى ان السمكة دمها نشف وخرشومها فتح. طبعا النار كانت مقربة مني والدخان دخل في عيني فاتبهدلت، والتليفون سخن مني كذا مرة وفصل. وهنا طلعنا السمك حطيناه في الشرش او مية او التتبيلة، مية بملح او تتبيلة.
حبة تبشري جزرة، تعصري ليمون، تحطي فصين توم، تحطي قرن فلفل، كل ده اللي تحبيه. وده الشكل النهائي للسمك. طبق السلطة وده الرز. أتمنى وصفاتي تعجبك وتجربيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.